السلام عليكم. معكم اخوكم رامي. تعالى نتكلم شويه في الكوره. تعالى نتكلم في الاحداث الاخيره وماتش الاهلي والزمالك، القمه اللي الاهلي ما لعبهاش. تعالى نجيبها من البدايه كده. القرعه طلعت الساعه 5 الفجر والناس كلها نايمه او الناس كلها بتتسحر. الناس صحت فوجئت بالقرعه وان الاهلي هيلاعب مين؟ هيلاعب الزمالك. امتى يا عم؟ يوم الثلاث، يعني بعد 5 ايام. طب يا عم عايزين حكام اجانب، هنجيب امتى؟ انت مش قايل عشان تجيب حكام اجانب قبلها ب 15 يوم؟ قال لك لا عادي. طب يا زمالك الماتش بتاعك عايزين حكام اجانب ايه؟ قال لك لا والله معيش فلوس. طب يا رابطه عايزين حكام اجانب، حاضر نجيب حكام اجانب. والرابطه ارسل خطاب لاتحاد الكوره واتحاد الكوره نفض وبقت ازمه. والاهلي صمم على رايه. صمم على رايه لكذا، يعني كذا نقطه وكذا سبب. لو جبناهم حاجه حاجه كده. اولا، الزمالك وميدو طلع ساعه ونص، ميدو قعد في مؤتمر يتكلم عن التحكيم وفساد التحكيم وان التحكيم مبوظ الدنيا وان التحكيم، لو التحكيم كويس كان الزمالك خد الدوري وان الزمالك خد بطولات، والزمالك دايما مظلوم بسبب التحكيم والتحكيم المصري والتحكيم المصري. طب يا عم ميدو ما جبتش حكام اجانب ليه؟ قال لك اصل انا معيش فلوس. الزمالك معهوش فلوس. طب يا زمالك ما جبتش حكام ازاي وانت لسه مفعل بند من تاج بمليون دولار؟ مش صعصع عليك 50,000 دولار ولا 70,000 دولار؟ دي حاجة. تاني حاجة، منين لازم قبلها ب 15 يوم تعلن عشان تجيب حكام أجانب؟ ومنين ممكن تجيب حكام أجانب في ساعتين اتنين؟ ده في 6 ساعات كانوا في مطار القاهرة يا جماعة. 6 ساعات بس كانوا في مطار القاهرة. الأهلي أبلغ إن هو مش هيلعب الماتش غير بحكام أجانب، والرابطة وافقت والدنيا كلها وافقت. الزمالك بس قال لك لا أنا هلعب بحكام مصريين. أنا موافق على الحكام المصريين. الحكام المصريين دول حبايبي. ده أحلى حاجة على الحكام المصريين. هو في زيهم؟ ده عليهم سكر. يا عم زمالك، يا عم يهديك يرضيك، قال لك لا انا تمام مرضي كده. ادام على حساب الاهلي وادام مرضيه في الاهلي، انا موافق. ما عنديش اي مشكله. يا عم طب نكمل طيب ونلعب والدنيا حلوه ونجيب حكام اجانب ونأجل الماتش ساعتين. قال لك لا والله مفيش الكلام ده. انا الماتش خلاص اعلن عنه، اعلن الحكم محمود بسيوني، وانا هروح الماتش وعلى كده. طب ساعتين، طب يومين، مفيش. يروح الناحيه التانيه الاهلي قال له لا والله مفيش منه، كان في منه وخلص. انا مكمل يا صاحبي. لا اما حكام اجانب لا اما مش لاعب الماتش. طب الفريق خلاص جاي من الفندق على الاستاد، قال لك لا خش على مدينه نصر يا صاحبي. مفيش استاد، مفيش حكام اجانب، مفيش فريق يروح استاد. طب ايه الحل يا اهلي؟ قال لك يا اما حكام اجانب والماتش يتعاد، يا اما مش لاعب الدوري. يعني الاهلي مش هتخصم منه 3 نقط زي ما بيقولوا، 3 نقط في اخر الموسم وكده الدوري خلص بالنسبه لنا كده وبتاع. قال لك لا مفيش الكلام ده. انا الاهلي ما بيتخصمش مني يا صاحبي. عشان نبقى بس صراحة واضحين مع بعض. الاهلي عمره ولا هيطبق عليه لوائح ولا قوانين، ولا تقول لي بقى ينزل درجة رابعة ولا ينزل درجة خمسة. تبقى بجد دماغك محدودة قوي لو فكرت ان الاهلي ممكن ينزل لدرجة رابعة او ينسحب مثلا ويطبق عليه اللوائح والقوانين بتاعة الانسحاب، و3 نقط هنا و3 نقط في اخر الموسم والكلام ده. الاهلي يا جماعة لو ما كانش واثق مليون المية في المستندات اللي معاه وفي صحة الموضوع قانونيا، كانش خد الخطوة دي. الاهلي ما بياخدش خطوه غير ما يكون دارسها، بص بحذافيرها قانونا، وان الورق اللي معاه لو طلع بيه للفيفا ياخد حقه. وبعيدا عن الفيفا كمان، الاهلي ببساطه جدا هيلغي الدوري اغلبيه. وعشان تبقى عارف حاجه برضك، في مليون حد مع الاهلي، يعني الاتحاد هيروح مع الاهلي في الغاء الدوري، مودرن سبورت والاسماعيلي وكل الفرق اللي مهدده بالهبوط هتوافق على الغاء الدوري. فرق كتير قوي هتوافق على الغاء الدوري محبة في الاهلي، شايفه ان في فساد حكام زي سموحه لما اتظلم، زي مدن سبورت لما اتظلم، زي فرق كتير زي البنك الاهلي، زي لو عدينا مش هنخلص. ففرق كتير اتظلمت، في فرق كتير اتظلمت من التحكيم المصري، حصل. خليك صريح وواضح وقول الحق، ما تخافش من حاجه عشان نبقى صراحة مع بعض. انا النقطه الوحيده اللي واخدها على الاهلي ان الناس بتقول لك ان هو خد الخطوه دي متاخر. لا هو ما خدهاش متاخر. انا من وجهه نظري شايف ان الاهلي خدها في وقتها المناسب، اللي هو حط العقده في المنشار بالنسبه للرابطه لاتحاد الكوره، اللي هو الحكام الاجانب اللي مش لاعب، عشان اصلا الدوري موجه. ازاي يا عم موجه؟ قال لك اسال ايهاب الكومي بقى. ايهاب الكومي اللي طلع على صدى البلد قال لك ايه؟ قال لك الدوري موجه لفرقه معينه، ودي محاولات متكرره ومش اول مره. وكلنا عارفين ان ايهاب الكومي كان عضو مجلس اداره في الاتحاد السابق في اتحاد الكوره.
فاكيد المعلومات اللي عنده معلومات صحيحه، ولو ما كانتش صحيحه هي على مسؤوليته. فاحنا هنا عندنا مصدر موثوق منه كان في اتحاد الكوره، قال لك ان الدوري موجه. طب فين هاني بريده من كل ده؟ هاني بريده مش فاضي بقى. هاني بريده في كل ده، استاذ هاني بريده طبعا مع حفظ الالقاب، هو موجود في الانتخابات بتاعته، اتحاد الفيفا والانتخابات، هو مش فاضي دلوقتي. طب يا جماعه، هو هاني بريده ده هيعمل ايه؟ طب هيتنيه هناك ولا هيجي هنا ولا هيمشي الدنيا هنا ولا هيمشيها هناك؟ طب استاذ احمد دياب والرابطه والناس دي طب هيعملوا ايه؟ الدنيا متلخبطه. بس عشان اجيب لك من الاخر، الدوري هيتلغي، وافتكر كلام، هيتلغي بقى باغلبيه، هيتلغي بقى بان الاهلي هيطلع على الفيفا، هيتلغي بجميع الاحيان. لان صعب واستحاله ان الاهلي ينزل درجه رابعه. مفيش دوري من غير اهلي، ومفيش دوري من غير زمالك، ماشي، بس مفيش دوري من غير اهلي. والاهلي يعني يا جماعه، اما بياخد قرار ما بيتراجعش. مفيش يعني 1% انك تفكر ان الاهلي هيرجع في قراره. فبما ان الزمالك متمسك برايه وشايف ان دي مرضيه للاهلي، وانا مش لاعب الماتش تاني، والماتش ده خدت الثلاث نقط وهتمسك بحقي، وانا تمام، وانا كده تمام، خلاص. تمام، الزمالك تمام، انا ماليش دعوه بالزمالك، انا ما عنديش ازمه مع الزمالك كاهلي. انا ما عنديش ازمه مع الزمالك. الازمه بتاعتي مع اتحاد الكوره والرابطه، اللي وعدوني بايه؟ بان الماتش هيتلعب بحكام اجانب، بس لا اكتر ولا اقل. فالامور كلها دلوقتي يعني بتدرس في الغرف المغلقه. ايه اللي هيحصل؟ محدش عارف. بس احنا معانا شهر لحد ماتش بيراميدز. هل الاهلي ممكن يلعب ماتش بيراميدز؟ انا من رايي لا، مش هيلعب. في حاله واحده ممكن يلعب ماتش بيراميدز، لو الزمالك وافقت انها تعيد الماتش بتاعها بحكام اجانب. غير كده الاهلي مش هيلعب ماتش بيراميدز، والاهلي هينسحب من الدوري فعلا كله لو ماتش الزمالك ما اتعادش بحكام اجانب. اخواتي وحبايبي، ان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده. اخوكم رامي، السلام عليكم.